السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن القلاية الهوائية فريش. هنتكلم مع بعض عنها وهقول لكم ايه مميزاتها وايه عيوبها وايه اللي بعمله فيها وايه اللي ما نفعش خالص اني اعمله مهما جربت، وهقول لك ان كانت من الاجهزة الاساسية اللي لازم تشتريها ولا من الاجهزة الكمالية، ولو انت عروسة تشتريها ولا بلاش منها، وايه الحجم المناسب وايه الحجم اللي مش مناسب. ولو اول مرة تشوفيني، انا اختك فوزية، يشرفني اشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو. خدي جولة في القناة ان شاء الله تعجبك، فعلي رمز الجرس علشان دايما يوصلك كل اللي انا بنزله اول باول. ما تنسوش تدعموني باللايك، كلامكم الحلو بيشجعني وبيخليني استمر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنتكلم عن القلاية الهوائية فريش 5 لتر زي ما انتوا شايفين كده وانا بفتحها معاكم. طبعا الكلام ده من سنة انا فتحتها، كانت بتيجي في الكرتونة زي ما انتوا شايفين كده متغلفة من الجنبين طبعا علشان حماية ليها. كمان بيكون معاها كتيب التعليمات، شهادة الضمان، كل الحاجات دي لازم تتأكدي ان هي موجودة معاكي في القلاية. درج القلاية كبير زي ما انتوا شايفين، بيساع يعني هي 5 لتر. الضمان على القلاية فريش سنة. بيجي مع كتيب التعليمات. الرقم ده المفروض ان انتي تتصلي بيه على 19059 علشان تتأكدي ان القلاية بتاعتك اصلي، وكمان ان يسري الضمان. دي الشروط اللي هم حاطينها زي ما انتوا شايفين كده معايا. القلاية هي دي الشاشة اللي بنتحكم منها فيها، ده زرار الباور اللي هو بيشغلها، دي البرامج بتاعتها. كلمة ام دي يعني المنيو، يعني انا لو اول ما بتشتغل على درجة حرارة 180 وبتتظبط 15 درجة. لو قلت لها دوست هنا هتشتغل. لو عايزة تغيري برنامج من البرامج دي اللي مرسوم عليها الاكلات، طبعا بتغيري البرنامج، بتتغير مدته ودرجة الحرارة. زي ما انت شايفة كده، اول برنامج معاكي اتغيرت درجة الحرارة وبقت 200 درجة. تاني برنامج اللي هو بتاع البطاطس بقت مدة التسوية 20 دقيقة، بعد كده بقت 30 دقيقة. لو هتعملي كيك، ولو ان يعني افشل حاجة ان انت تعملي كيك فيها، انا صراحة ما نفعتش معايا. اللي مرسوم عليها زي دبوس فرخة كده، دي طبعا برنامج الدجاج، درجة حرارته 200 ومدته 20. بس ال20 دي مش بتكون كافية لانك تسوي الفراخ، فعشان كده ممكن تعيدي البرنامج تاني بعد ما يخلص، او انك تدوسي هنا على ده فتبتدي هنا تنور معاكي الوقت. لو انت عايزة تزودي الوقت هتزوديه من هنا، او لو عايزة تنقصي الوقت هتنقصيه من هنا. ولو عايزة تشغل هتدوسي هنا هيرجع يغير لك درجة الحرارة. لو انت برضو عايزة تزوديها هي ما بتزيدش عن 200، بس لو عايزة تنقصيها بتنقصيها. طبعا اقصى درجة حرارة بتوصل لها القلاية زي ما شفتي كده 200. طب ايه اكتر وقت بتوصل له القلاية؟ اكتر حاجة بتشتغل عليها 59 دقيقة. يعني من المفترض ان انتي ما تشغليهاش اكتر من 59 دقيقة. حتى لو هتعملي فيها اكتر من برنامج، يعني هتعملي مثلا فراخ وبعدين هتعملي بطاطس، فاعملي حسابك ان الحاجات اللي انتي هتحطيها جواها القلاية نفسها متفضلش شغالة اكتر من الوقت ده. لان مادام هم عملوا 59 دقيقة ده اقصى وقت ان هي ممكن تشتغل، ان هي بعد ال 59 دقيقة لازم توقفيها وتريحيها. لو هنشغل القلاية، شايفين دي يعني ان الحرارة شغالة، او السخان بتاعها شغال. العلامة دي يعني المروحة شغالة. هي لما بتوصل لدرجة حرارة 180 بتلاقي دي طفت، ما بقتش موجودة، ودي بس هي اللي شغالة. ترجع تاني تقل درجة الحرارة عن 180 فتلاقي العلامة دي شغلت. ده بالنسبة للناس اللي بتسأل يعني هي بتسحب كهرباء كتير. هي ما بتفضلش طول الوقت شغالة ومشغلة السخان، هي عاملة زي نظام المكوى. عارفين المكوى لما توصل لدرجة الحرارة فتفصل لحد ما تبرد شوية وترجع تشتغل تاني؟ ده نظام القلاية. لما بنخلص البرنامج بتطفي، تديكي الوقت بتاعها ان هي صفرت كده، وتعمل الصوت اللي انتوا سامعينه، الصفارة تيت تيت تيت، علشان تسمعي وتيجي تشوفي الاكل اللي انتي عملتيه. المفروض ان انتي بعد ما تخلصي الاكل وتطلعيه، المفروض ان انتي تطلعيها من القلاية. يعني فتحتي الباب ما تسيبوهوش مقفول عليه ويبرد، لان ده بيخلي الاكل اللي جوه يعرق، والعرق بيطلع يتكثف فوق
ودي غلطة أنا عملتها فخلت القلاية معايا، يعني أنا شاكة إن هي في بعض نقر الصدى في جسمها من فوق. القلاية فريش من جوه زي ما انتوا شايفين، هي الجسم بتاعها من بره بلاستيك، بس من جوه كل اللي محاوط الأكل معدن، وده المفروض إن هو ستانلس ستيل أو ألمونيوم، يعني مش اللي هي قالوا عليها ان هي بلاستيك وده اسود من جوه وبيضر بالصحه. استخدمت القلايه في ايه او قليت فيها ايه؟ الاكلات اللي عملتها فيها وكانت كويسه جدا. طبعا اهم حاجه واشهر حاجه البطاطس، ودي انا عملتها معاكم في فيديوهات كتير وباكتر من طريقه. سلقناها وقليناها في القلايه، حطيناها مره واحده في القلايه، وكل ده وكانت البطاطس بتطلع معانا ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حلوة جدا. مفيش بعد كده، يعني أنا عن نفسي القلاية فريش ما غيرتش معايا طعم البطاطس، بالعكس دي حلتها. لو انتي بتخافي على صحتك فالقلاية البطاطس جوه القلاية أحسن كتير قوي من القلاية في الزيت. كمان قليت فيها البدنجان اتقلى معايا في القلاية وعملته معاكم برضو، وطريقته بيطلع هايل جدا وطعمه حلو. وممكن لو ما عندكيش القلاية انصحك برضو ان انتي البدنجان بالذات تعمليه في فرن البوتاجاز. برضو انا قبل ما اجيب القلاية عملته في الفرن وطلع حلو قوي. ايه تاني ممكن تعمليه في القلاية؟ ممكن في القلاية تقلي السمك طبعا، بس برضو السمك علشان يستوي في القلاية كويس بفتح السمك زي يعني اكني هعمله سنجاري وبقليه جوه القلاية. طبعا انا ما برتبطش بالبرامج اللي هي معمولة عليها، يعني بشوف الحاجة استوت خلاص بيبقى وقتها انتهى، ممكن تستوي اقل من الوقت اللي هو مكتوب على البرنامج، وممكن ان انا ازود ليها الوقت لو حسيت ان الحاجة مش مستوية. يبقى عملنا بطاطس، عملنا بدنجان، قلينا سمك، شويت فيها الفراخ وكان طعمها هايل جدا ومشوية زي اللي بتتشوى على الفحم ويمكن احلى كمان، وده زي ما انتوا شايفينه كده قدامكم. عملت فيها البانيه كان طعمه هايل جدا واستوى والكفر فضل عليه زي ما هو. عملت فيها كفتة الرز ودي برضو طلعت هايلة جدا وما تفرقهاش حاجة عن اللي معمولة في الزيت، بس طبعا أحلى وأنضف من اللي معمولة في الزيت. في رمضان بعمل فيها دايما القطايف بتطلع ما تفرقهاش خالص خالص عن اللي معمولة في الزيت، يعني بالعكس بتطلع أخف، ما بتشربش زيت خالص وبتفضل ناشفة للآخر. ولو هتحطيها في العسل أو مش هتحطيها بيبقى طعمها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. أنا بعرض معاكم كل حاجة أنا بقولها قدامكم في الفيديو. إيه الحاجات اللي معرفتش أعملها في القلاية لحد دلوقتي وما نجحتش معايا؟ الفلافل. أنا دايما بحب أعمل الفلافل في البيت، دي بقى الحاجة اللي معرفتش أقليها في القلاية لأنها بتلزق على شبكة القلاية مهما دهنتها زيت. انت بس أي حاجة بتحطيها في القلاية بترش لها رشة زيت صغيرة. الفلافل مهما كترتها أو حطيت لها رشة زيت من شمال من يمين برضو بتلزق معايا في الشبكة. جبت لها ورق الزبدة المخصوص عشان القلاية، برضو ما نفعتش الصراحة. يمكن لو حد نفعت معاه القلاية يقول لي بيعملها ازاي، يكتبوا لي في التعليقات. حجم القلاية ال5 لتر ده كويس قوي ومناسب جدا، بيكفي ان انت تحطي فيه فرخة كاملة، 4 وراك، عدد من السمك، يعني لو 4 سمكات بحجم كويس هيتحطوا فيه، 4 قطع بانيه حجمهم كويس ومعقول هيتحطوا فيه مش هيقولوا لأ. فالحجم مناسب جدا وحلو، بس هو عالي قوي زيادة عن اللزوم. يعني هو الحجم كده حلو بس العلو ده طبعا يمكن فنيا عشان يبقى بعيد عن السخان، بس انتي مش تعرفي تحطي اكتر من حاجة في نفس الوقت. مش تعرفي تحطي حاجة على الشبكة دي وتحطي شبكة تانية وتحطي فوق منها حاجة، الحاجة اللي تحت مش هتتقلب. من عيوبها ان انتي طبعا نص الوقت المفروض ان انتي تفتحي على الحاجة وتقلبيها، لانك مثلا لو حاطة بطاطس شوية البطاطس اللي فوق الوش هيتحمروا واللي تحت هيفضلوا لسه ما اتحمروش، فلازم تقلبيها. ورق الزبدة لما بيتحط فيها بيكتم لان هي من جوه المفروض ان هي كده النظام ده. شايفين الشكل اللي هي معمول فيها ده كده يمكن يكون واضح، ده المفروض علشان يقلب الهواء، لكن ورق الزبدة لما بيتحط جوه فيها بيكتم وما بيخليهاش تشتغل، بيخليش الميزة دي فيها تشتغل. تنظيفها سهل جدا زي ما انتوا شايفين كده معايا. انا بس بحط عليها يعني انا حاليا حطيت عليها شوية من مسحوق غسالة الاطباق،
لان ما عنديش لا كربوناتو ولا ملح ليمون. بس انا كنت الاول بحط عليها شويه كربوناتو، شويه ملح ليمون، شويه خل، ميه سخنه وبركنها، بفتح عليها الحنفيه بالميه السخنه. بصراحه كانت بس بركنها نص ساعه كده في الميه، وبعدين بغسلها بالميه السخنه، ما كانتش بتتعبني خالص وبتنضف بمنتهى السهوله. في الفيديو هنا وانا بصور لكم انا مش فاتحه عليها ميه سخنه، انا فاتحه عليها ميه ساقعه او ميه بارده، لان انا عندي الغاز مقطوع عن البيت اللي انا ساكنه فيه كله، في تصليحات فيه فمقطوع عليه. ادعوا لنا كده ان شركه الغاز تيجي وتصلح الغاز، فعلشان كده يمكن تنظيفها مش سهل شويه، لكن هي تنظيفها اسهل من السهوله يعني. وانت طبعا برضو مش لازم تبالغي في التنظيف قوي علشان ما تبص منك، كل حاجه بالمعقول بتبقى حلوه يعني، ومش لازم سلك وتدعكي. طبعا هي ما بتدعكش بالسلك خالص ولا بيستخدم فيها اي حاجه حاميه، هي بتتعامل معامله التيفال. نيجي بقى لرايي فيها. في العموم القلايه انا ندمت فعلا اني اشتريتها متاخره، ما كنتش اشتريتها بدري شويه يعني، كل ما كنت بدرت في شراها كان افضل. طبعا هي لو بتخافي على صحتك وصحه ولادك وصحه اسرتك اشتريها، ولو انت عروسه يعني ما تشتريش الحجم الكبير قوي المبالغ فيه، لان انت طبعا اكلك هيبقى محدود، ويعني انتوا اتنين هتقعدوا فتره طويله قوي كده، اتنين وربنا يكرمك بالحمل. برضو الولاد في اول سنه سنتين مش بيبقوا بياكلوا كتير، مش محتاجه قوي ان انت تقلي لهم حاجات كتيره ولا كتير، فالحجم الصغير هيكون مناسب ليكي قوي. وكمان لان القلايه ليها عمر افتراضي، يعني هي مش من الاجهزه المعمره قوي، يعني اجلا او عاجلا انت لازم تجددي وتجيبي حاجه تانية. فلما الولاد يكبروا بيتك يكبر شويه ابقي هاتي الحجم الكبير، لما تستخدميها 5-6 سنين ابقي هاتي الحجم الكبير، كده كده هتكون يعني باظت فاستخدمي تجيبي بقى الحجم الاكبر منها. بس هي من وجهه نظري من الاجهزه المهمه جدا اللي هتوفر معاكي كتير قوي في ظرف سنه او سنتين، هتكوني جبتي ثمنها. هتوفري قد ايه في الزيت؟ فهتلاقي وفرتي في صحتك، ده له تمن على فكره، التوفير في الصحه له تمن، والتوفير في الزيت طبعا له تمن. في حاجه مهمه قوي نسيت اقول لكم عليها، الاكل جوه القلايه بيخس. طبعا بيخس، يعني كميه البطاطس اللي انت بتبقي حطاها بتطلع لك تحسي ان هي اقل منها، اقل من انك تقليها كمان في الزيت، لان طبعا البطاطس لما بتتحط في الزيت هي بتشرب زيت فحجمها بيزيد، او اي حاجه عموما، غير لما تكوني بتقليها في القلايه ان هي ما بتشربش زيت خالص وبتفقد كل السوائل اللي فيها لو طولتي عليها قوي. الفراخ برضو بتخس لو طولتي عليها قوي في القلايه، ممكن تنشف منك. عملت فيها كمان الكفته برضو بتخس قوي، لان انت طبعا هي بتنشف منك. يعني الاكل بيخس، بيخس، بس مش بيخس عشان هو حاجه وحشه، علشان هو ما بيشربش زيت. وما تحاوليش تغيبي الحاجه فيها قوي علشان ما تنشفش منك. اعتقد ان انا قلت كل حاجه عن القلايه. سعرها طبعا الاسعار كل يوم والتاني بتغلى، يعني انا كنت شارياها من سنه وشهرين او اكتر كانت ب4.5، معرفش بقى سعرها دلوقتي قد ايه، وكمان بينزل منها موديلات احدث، والاسعار كل يوم في مصر في حال يعني. لكن انت لو دخلتي على موقع فريش او شفتي كده هتلاقي اسعارها بالتقريب. طبعا ما تشتريش من فريش نفسها، لان معرض فريش نفسه بيبقى حاطط الاسعار مبالغ فيها، ممكن تجيبيها من عند محلات اللي بتبيع الاجهزه الكهربائيه. انا عن نفسي كنت شاريها من مكان في المنشيه، محل بيبيع اللي هم عند الزنقه بيبيعوا الاجهزه الكهربائيه، كنت شارياها من هناك. لو في اي اسئله او اي حاجه عايزين تعرفوها اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم. لو اول مره تشوفوا القناه، انا اختك فوزيه، يشرفني اشتراكك من الزرار اللي تحت الفيديو وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل حاجه بنزلها اول باول. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.